النادي باصص للموضوع ازاي؟ النادي برضو شايف ان صلاح لعيب عنده 33 سنة، تمام، عنده ارقام قياسية وعنده مجد شخصي بيحاول يعمله ويزود فيه، هو عمله اوريدي ما شاء الله عليه وعايز يزود فيه، بس ده برضو مجد شخصي. النادي فاهم كده كويس. يعني انا كنادي احاول اساعدك تحقق المجد الشخصي بتاعك طول ما ده بيفيدني. لو ده بقى هيبتدي ان هو في التوقيت ده عايز انا ادور على مستقبلي، مش هدافع عن مجدك الشخصي، يعني مش هيهمني ان انت هتقعد 3 سنين تحقق مجدك الشخصي لو انا عندي حسبة تانية كنادي. فدي حاجة وعلى فكرة ما تزعق، وصلاح عارف ان النادي بيفكر كده على فكرة. وحاجة ما تزعلش يعني ان صلاح يبقى عارف مصلحته، او ان النادي ليه مصلحة تانية او ليهم مصلحتين ضد بعض، كل واحد عارف ان التاني بيفكر في مصلحته، دي حاجة ما تضايقش لان ده طبيعي، ده طبيعي في البيزنس. دي في الاخر اطراف متعاقدة مع بعض، ده بيحقق لده مصلحة وده بيحقق لده مصلحة، وده بياخد المقابل من ده وده بياخد المقابل بتاعه من ده من التعاقد بتاعه. فمش عيب، انما هيحصل بقى ايه؟ ان المصلحة بتاعت ده مع مصلحة ده يحاولوا يلاقوا لها طريقة يوفقوا المصلحتين تاني مع بعض في العقد الجديد. لو لقوا حاجة زي كده هيتفقوا عادي جدا. فدي على الارقام القياسية بتاعت صلاح. قصة الفلوس ان هما يبيعوه يسيبوه يمشي عقده خلص يمشي ببلاش ولا يبيعوه بفلوس، النقطة دي ما تشغلش بال الفريق خالص، محدش بيفكر فيها. فانت ما تفتكرش ان هم احسن لهم لا يبيعوه بفلوس احسن ما يمشي ببلاش لو مش هيجددوا له. لا، القصة مش كده. اوريدي البيزنس دان مع صلاح، يعني كبيزنس بعيد بقى عن المستوى الفني بتاع صلاح، كبيزنس من صلاح التعاقد بتاعه عموما على مر السنين مع ليفربول دان، ميشن اكومبليشد. هم اصلا اشتروه ب40 او 45 مليون حاجه كده، كسبوا منه كتير جدا فلوس وبطولات وامجاد وحكايه يعني تتحكي في حكايات الكوره. بعد كده حكايات صلاح وليفربول، الفريق رجع تاني بقى من احسن الفرق على مستوى العالم، بقى رقم واحد او رقم اتنين في اوروبا بعد السيتي، خد الشامبيونز ليج ورجع تاني الفريق للمجد بتاع ليفربول اللي كان فيه قبل كده. فقصة الفلوس ان هم يبيعوا صلاح بفلوس لا، يعني قصة مش كده. تمام، هيبصوا تاني لقصة ال90 دقيقة، واللي على فكرة المدرب اختبروا فيها في الماتشين، في كام كده ماتش من الماتشات اللي فاتت يخرج بدري. وبرضه عارفين صلاح بيبقى خارج قالب وشه، ما كانتش بتحصل كتير تتكرر كتير في المواسم اللي فاتت علشان سنه ولياقته البدنية كانت تسمح له، انما بعد ال33 مهما كان التزامه بره الملعب وفي التدريبات هيحتاج يلعب دقايق اقل. هل ده هيناسب صلاح؟ هل هيناسب الفريق ان صلاح يقلب وشه ويقلب الدنيا لو فضل يتبدل؟ هل انا كنادي عايز ادفع المرتب الكبير جدا اللي صلاح عايز ياخده اللعيب مش هيلعب ال90 دقيقة كل اسبوع؟ ده برضو سؤال النادي هيسأله لنفسه، انا برضو مش عايز ادفع فلوسي كده وخلاص. فدي حاجات هيفكر فيها الفريق. عشان كده الحسبة بالنسبة لليفربول معقدة والقرار اصعب من صلاح. صلاح زي ما انا قلت لكم القصة بالنسبة له بسيطة في الكام نقطة اللي أنا قلتها، بالنسبة للنادي قصة معقدة أكتر والقرار عندهم أصعب. وصلاح قال في تصريحات قبل كده قريب، قال إن القرار عند النادي، أنا بستمتع بالموسم ده والقرار عند النادي، وأنا أعتقد إن هو بيستمتع فعلا لأن هي قصة بالنسبة له واضح إن هي سهلة، بالنسبة للنادي أصعب. طيب دي قصة ال90 دقيقة. قصة مستقبل النادي بعد صلاح، هل هو ده الوقت المناسب اللي صلاح هيخرج فيه؟ هيخش في النقطة دي ان ارنولد، الكسندر ارنولد وروبرتسون وفان دايك التلاتة دول برضو ممكن يمشوا، هما التلاتة ممكن تلاقي واحد منهم هيمشي، اعتقد ممكن يكون ارنولد، ممكن يكون فان دايك، يعني التلاتة ممكن، مش هتفاجئ لو اي حد فيهم مشي. فهل الفريق هيقدر يستحمل ان الاربعة دول يخرجوا مع بعض، التلاتة دول معاهم صلاح؟ طب لو فان دايك اللي خارج هل هيستحمل ان صلاح وفان دايك يخرج؟ طب لو التلاتة قاعدين، ده هل ده بقى الوقت المناسب اللي صلاح يخرج فيه ويبقى بعد كده السنين الجاية التلاتة التانيين حد منهم؟ كل دي حسابات الفريق بيفكر فيها، وطبعا عايزة يعني اناليسز وعايزة تركيز وتعمق في التفكير كبير جدا.
فالقرار اصعب. مستقبل الفريق يخش فيه البديل بتاع صلاح. مين البديل بتاع صلاح؟ كده 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 النادي اكيد عنده على الاقل شورت ليست فيها 3 5 اسامي يبقوا بدل صلاح، يعني كانت حاضرة معاهم عايز اقول. انما الشورت ليست دي، انت في الاخر اوقات بتجيب لعيب هداف الدوري الالماني بيجي انجلترا ما بيعملش حاجة، مستواه يبقى وحش جدا. حصلت كذا مرة مع فارنر مثلا، مع نكونكو، حصلت مع لعيبة كتير، مع سانشو في مانشستر يونايتد برضه. او يجي يلعب سنة مثلا حلوة والسنة اللي بعدها يبتدي مستواه، يعني يجي اول سنة يقنعك ان هو لقينا البديل بتاع صلاح، ويجي السنة اللي بعدها التانية او التالتة يبتدي مستوى صلاح بقاله 8 سنين على نفس المستوى ده. فهل في مسجلين اهداف اصلا ينفعوا يبقوا بدل لصلاح؟ بص ده هيبص برضه بصة للسوق. مسجلين الاهداف حقيقيين، يعني مسجلين اهداف حقيقيين اللي هو لو جات له 5 فرص سهلة في الماتش يسجلهم بمنتهى السهولة، زي سهولة الفرصة هيسجلها. لو انفرد بالجون هيسجل، مش بقى يضيع ويشوطها في جسم الجون ويرقص الجون فالكورة تبعد فيتزحلق، او الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. مسجل اهداف حقيقي في كام واحد في العالم اصلا؟ في منهم كام واحد يقدر يجي ليفربول؟ 2 منهم في ريال مدريد اصلا. يعني لو هما 5 اسامي في العالم، 2 منهم في ريال مدريد وواحد في مانشستر سيتي. فكل دي حاجات الفريق هيفكر فيها. المهاجمين نفسهم اللي في الفريق اللي جابوهم من خلال السنين اللي فاتت، دياز ونونيز، جاكبو، جوتا، بقالهم 3 سنين ولا سنتين، وفي منهم 3 سنين مع الفريق ولسه ما سجلش 50 هدف. صلاح عملهم في أول موسم 32 جون في الدوري و12 جون في تشامبيونز ليج أو 10 تشامبيونز حاجة كده. صلاح عنده قدرة استثنائية على تسجيل الأهداف، قدرة استثنائية، ورجليه الشمال حساسة جدا، ويقدر يستمر في المستوى ده. هو اوريدي في السنة دي اللي هو فيها بيتم ال33، في شهر 6 الجاي صلاح هيتم 33 سنة، بيسجل أهداف كتير جدا. بل بالعكس مستواه كمان بيعلى في صناعة الأهداف وصناعة الفرص الخطرة. ممكن يكون سببها، يعني على قد ما هيبقى فيه عيوب من التقدم في السن، على قد ما هيبقى ليها مزايا. يعني ممكن هو ما بيعرفش او مش ما بيعرفش، مش عارف مش قادر اقول كده. عشان مثلا ما بيقدرش، مثلا كان الاول يعمل 7 8 سبرنتات في الماتش، دلوقتي مثلا ب5 4. فالوقت المرات التانية السبرنتات اللي ما بقاش بيعملها بقى بيعوضها بلونج باص، بثرو باص، بحاجات يصنع بيها فرص خطيرة جدا لزمايله. فأرقامه بتزيد في التسديدات، أرقامه زي ما هي، أكتر واحد بيسدد في الدوري كل سنة، والسنة دي كمان مع هالاند أكتر واحد بيسدد. المراوغات أنت ممكن تملي عينيك إن هي بتقل، بالأرقام ما قلتش ولا حاجة. فهيبصوا للسوق وهيبصوا للشورت ليست بتاعتهم وهيشوفوا هل ده وقت مناسب. كل دي حاجات النادي بيحسبها وبيفكر فيها. والبودلة اللي موجودين في الفريق نفسه، أصلا كام واحد فيهم متمكن جدا ناحية اليمين؟ ولا دياز، ولا جوتا، ولا نونز، ولا جاكبو. كلهم بيلعبوا في القلب وفي الشمال. الجناح اللي جابوه من ايطاليا اسمه مش حاضرني دلوقتي، بس حتى جه اتصاب على طول. هو اصلا كان مستواه في النازل بقاله كذا سنة وبيتصاب كتير، وجايبينه بفلوس قليلة جدا. يعني هي مسألة بادجت. وبمناسبة البادجت برضو، هل انا لو انا جددت لصلاح انا كفريق، هل هقدر اجيب نجم تاني مع صلاح يبتدي ان هو يعني يبقى موجود علشان يبقى جاهز للحظة اللي صلاح يخرج فيها من الفريق؟ هل انا اقدر اعمل كده، ادفع مرتب صلاح وادفع مرتب مثلا سوبر ستار تاني؟ اقدر اعمل كده لو فان دايك مشي مثلا. طب لو هيقعد فان دايك، ممكن ما اقدرش اعمل كده مع يبقى فان دايك وصلاح واحد تالت، لا صعب. فمسألة البادجت برضو النادي باصص لها، فهي القصة قرار اصعب للنادي
هيحسب الامور دي كلها، واعتقد كمان في نفس الايام الجاية هيتحسم امر فان دايك، وممكن ارنولد وروبرتسون كمان. فما تتفاجئش، وانا مش متفاجئ خالص لو لقيت ان هم اعلنوا ان شاء الله حتى بكرة الصبح. مش هتفاجئ، انا بعتقد ان قبل شهر نوفمبر ما يخلص هيعلن.